ذلك نرحب بك ليلى أميلي الناشطة المدنية تنضم إلينا من الرباط. يعني نأسف فعلا لهذه الكارثة الطبيعية ونحن نشاهد اللقطات الأولى على الشاشة. كيف عاشت الرباط وهي ليست أقرب المدن لمركز الزلزال، ولكن كيف عاشت هذه اللحظات الأولى للزلزال؟ وأيضا أسألك عن تدخل ربما المنظمات المحلية التطوعية في المغرب لمحاولة الإنقاذ، مد يد المساعدة للناس التي شردت ليلة أمس وقضت ليلتها في العراء. صباح النور رحم الله جميع الموتى، رحم الله وبالشفاء العاجل لكل المصابين. صراحة عشنا فترات من الرعب، نحن البعيدين يعني ب 400 كيلومتر في الرباط عن مراكش والحوز وشيشاوة وأقاليم الجنوب. أحسسنا يعني في الساعة 11 و11 دقيقة ببيوتنا كلها تهتز، وحتى في الرباط خرج الناس إلى الشارع خوفا وهلعا، فما بالك بساكنة مراكش والمحيطين بها. صديقاتي وأصدقائي في الحوز لغاية الآن نحاول التواصل معهم، لا نستطيع، لأن في الساعات الأولى انقطع حتى يعني محاولة التواصل عبر الهواتف أو الإنترنت، كله انقطع في الفترات الأولى. عايشنا على هل لأن أصدقائنا وعائلاتنا في الجنوب يعني أكثر تضرر. نحن ليس هناك يعني قتلى أو جرحى، ولكن في الجنوب في شيشاوة كما ذكرتم، في الحوز، في ترودان، في أكادير، في وزازات، في زقورة، هناك موتى وهناك جرحى. واللهم لطفك يا رب. نتمنى أن تقف يعني هذه الأعداد في 296 أو 300، لأن المفترض أنه لا زالت هناك البحث في الأنقاض على الموتى والمفقودين يعني في هذه الساعات الأولى بعد مرور يعني 8 ساعات. ولكن من الآن إلى 4 أو 5 ساعات ستظهر يعني حقائق أخرى. نتمنى من الله لطفك يعني. وكان هناك هلع وخوف حتى أن الناس قضت الليلة في الشوارع. لم تستطع الدخول إلى البيوت، وخصوصا في مناطق مراكش والحوز وشيشاوة وترودانت. الناس لم تستطع دخول بيوتها خوفا وهلعا، هربت إلى يعني أماكن في ساحات بعيدا عن يعني البيوت حتى لا تسقط عليهم يعني الجدران. الأدهى من ذلك أنه لغاية الآن رغم ما قامت به يعني السلطات تقوم بمهامها، ولكن ظروف يعني الناس يجب أن يوضح لهم الناس ما يجب أن يقوموا به، لأن تفشت أخبار زائفة أنه سيضرب زلزال آخر على الساعة 3 أو 4 صباحا. هذا ما جعل وكتبت في بعض مواقع التواصل الاجتماعي، لأنه هناك اجتهادات تكون يعني تزيد الظروف شدة وتزيد في الهلع والخوف في صفوف المواطنات والمواطنين، لأن الحديث عن زلزال آخر سيضرب في الساعة 3 أو 4 صباحا جعلت مجموعة كبيرة من المواطنين يعني فزعين وفي الشارع ينتظرون هذه الهزة الثانية والثالثة. والمفروض أنه لابد أن يكون هناك توضيح للناس وكيفية الهروب وكيفية التعامل مع الزلازل، لأنه كما سبق وذكرتم نحن في السابق كنا نتحدث عن 4 أو 5 وكنا نختض، فما بالك ب6.8 أو 7. من المسائل التي لم نعيشها كثيرا في المغرب، وليس هناك يعني نحن لسنا مثل اليابان التي تعرف زلازل يعني متتالية يعني قليلا في ما نسمع عن زلزال وغيره. وبالتالي الناس لم تكن يعني هذه مسألة فيها رعب، لأن 7 درجة و6.8 يعني زلزال قوي جدا. أنا أقول لك سيدتي أننا نحن في الرباط أحسسنا بهزة قوية، فما بالك بأهل مراكش وأهل شيشاوة والحوز، فما بالك بالمنازل التي سقطت. ونحن الآن نتابع، لم نستطع النوم يعني نتابع عبر مواقع التواصل، نتابع عبر الإعلام الأخبار، وقلوبنا يعني على أهالينا وأصدقائنا في هذه المناطق. نعم. عموما نقول ليلى، اللهم لطفك يا رب. نعم آمين، سيدتي. اللهم لطفك. نعم. ليلى، تحدثت منذ قليل عن
أصدقاء لك وربما من العائلة منهم في منطقة الحوز، يعني أنت تعرفين هذه المنطقة جنوب غرب مراكش. طبعا كيف طبعا. يبدو الوضع، وضع المؤسسات الطبية والصحية هناك في المكان؟ هل هي قادرة على استيعاب ربما عدد كبير من الجرحى؟ هل هي مجهزة بمعدات بإمكانها ربما إنقاذ أو تخفيف وطأة هذه الكارثة الطبيعية في منطقة